السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مزارعين فاكهة دراجون فروت، أهلا بكم. احنا في الشتاء بتواجهنا مشكلة، وهي مشكلة ظهور بقع حمراء على النبات. البقع ديت بعد فترة بتتحول لأعفان في الأوراق وبتؤدي لتلف الشجرة. البقع الحمراء دي لو بقع خفيفة عندي، لو استخدمت مية أكسجين بتركيز 10 أو 20 أو 30% وخفيتها بمية عادية وابتديت أرش على المناطق المصابة، في أغلب الأحيان بتجيب معايا نتيجة. بس لما بتكون الإصابة منتشرة بغزارة، بيبقى موضوع ميه الاكسجين اولا مكلف، ثانيا ما بيبقاش مجدي بالدرجه الكافيه. احنا كان عندنا اصابه في المزرعه دي، واستخدمنا معاها ميه اكسجين، واستخدمنا معاها مبيد نحاسي، واستخدمنا معاها مبيد فطري نحاسي، واستخدمنا معاها برمنجانات البوتاسيوم. هنوري لحضراتكم ان شاء الله النتيجه، والحمد لله تمت السيطره على الاصابه، وهنوريكم ان شاء الله بعد الرشه الثانيه باذن الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا موسم الشتاء بيبقى على المزارعين فاكهة الدراجون فروت، بيبقى فيها البقع الحمراء دي، ودي بتبقى إصابة فطرية. طبعا دي احنا بنتعامل معاها لما بيكون الموضوع مش منتشر بغزارة عندي في النبات. بجيب مية أكسجين 10% وبخفها وابتدي أرش على المناطق المصابة، وبتجيب نتيجة في أغلب الأحيان. بس طبعا في لما بتكون الإصابة منتشرة بغزارة بيبقى الموضوع صعب. فاحنا جربنا مع ميه الاكسجين بتركيزاتها ال10 وال20 وال30، وجربنا معاها مبيد فطري نحاسي. كانت النتائج بتاعتهم مش 100%، يعني كانت بتتمسح، بس ما كانتش النتيجة 100%. الحاجة الوحيدة اللي جابت معانا هو لما جينا استخدمنا برمنجانات بوتاسيوم زراعي، ابتدت البقع الحمراء زي ما حضراتكم شايفين انها تتمسح من على الورق. ده كله كان احمر زاهي، يعني حتى اللي موجود احمر غامق. هنا الشجرة دي كان فيها إصابة، وزي ما انتم شايفين الإصابة كلها ابتدت تتمسح. هنا ده المفروض إن أنا هعيد برشة تاني. هنا دي خلاص كده الرش جاب معاها نتيجة إن شاء الله. في الرشة التانية الموضوع هيختلف تماما. هنا كان عندي إصابة أنا هنا جامدة في الجزء ده، بس الحمد لله لما استخدمنا برمنجانات البوتاسيوم كانت النتيجة زي ما حضراتكم شايفين كويسة جدا.